هو احنا ليه نخلي فريق زي الجيش الملكي يقعد في البطولة؟ انا عايز افهم. ما كنا رزعناهم هدف وطلعناهم من البطولة. طول المباراة مستني الاهلي يجيب هدف، مفيش فايدة، والجمهور عمال يزعق مع اللعيبة ويلعبوا ومش عارفة ايه. مفيش اي احساس خالص عند اللعيبة. اداء زفت، دي لعيبة بتاخد ملايين الملايين. اقل لاعب بياخد له في السنة 30 40 مليون، يعني في ايه يا جدعان؟ ما تلعبوا كورة بقى، حرام عليكم بقى. المهاجم بيبان من لمسته، وده ما عندوش اساسيات الكوره اصلا. مش المهاجم، لا، اساسيات الكوره. لا بيعرف يستلم ولا يباصي ولا يتمركز صح في ال 18 ولا يعمل اي حاجه. انا ما اعرفش مين يتعاقد معاه. يعني لجنه التعاقدات في النادي الاهلي تتعاقد مع اللاعب ده؟ يعني وسام ابو علي يمشي ونجيب ده؟ جدعان كوش مين وكلام يا جدعان، ما ترحمونا، هاتوا لنا صفقه زي الناس. مفيش راس حربه في النادي الاهلي. تصدق وتامن بالله انت غزل المحله كتير عليك. انا مش عارف بيعمل ايه في الملعب، نازل يحنكش. اه والله زي ما بقول لك. يعني في اخر كرة في المباراة لم واحد التاني، طب باصي، ما زاوية الباص اتفتحت. العب كورة، حسسني انك بتفهم في الكورة يا اخي. هو مش كانوا قالوا ان البني ادم ده هيمشي من الاهلي؟ ايه اللي مقعده لغاية دلوقتي؟ ده طاهر اللي احنا بنقول عليه سيء يعمل منك 100 حاليا. كفاياك لغاية هنا بجد، كفاية. كفايه، شكرا. بعيدا عن سوء النادي الاهلي النهارده كتيم، بس في 3 لعيبه النهارده كانوا كويسين، من ضمنهم طاهر محمد طاهر. انا من فتره كبيره ما شفتوش بيلعب كوره، بس النهارده الراجل كان شغال وكويس. وعندك بن رمضان ومحمد هاني، ال3 دول اللي كانوا سنه بيلعبوا كوره وبيحاولوا يأدوا في الملعب. باقي الفريق كده على بعضه ما جاش النهارده اصلا.